كشف الفريق الجديد عن أسماء لاعبيه الجدد الذين تم تقديمهم بشكل رسمي لخوض غمار المنافسة بالبطولة الاحترافية القسم الأول، ويتعلق الأمر بكل من الكونغولي آدم بوسو، مروان الهدهودي، يوسف أقردوم، عمر العرجون، سفيان بعزيز، عمر الجراري، خالد بابا، يوسف عربيدي، مصطفى السهد، ياسين أبو الزرع، معز طويل، الحارس أيوب أيت وحمان، وحذيفة جمعان. ويسعى المكتب المسير من خلال هذه الأسماء خلق فريق أكثر تنافسية من أجل تحقيق نتائج إيجابية بعد عودته السريعة إلى الدوري المغربي القسم الأول. وتنتظر الفريق الجديد مباريات قوية يفتتحها بمباراة شباب سوالم، حيث خاض معسكرا أعداديا، غير أنه لم ينجح في عدد من المباريات الودية التي تلقى فيها الهزيمة، فيما تبقى المباراة المقبلة كفيلة بالحكم على أداء الفريق.